السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية. نبداو على صلاة نبينا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم البنات غادي نشارك معاكم رشبوند محبوبة الجماهير اللي كلشي كيحبها وكيعشقها من كبير حتى الصغير. صراحة كتجي رائعة وكتجي رطبة وهشيشة وكتذوب في الفم. طريقة راه جد سهلة وبسيطة، مكونات بساط. تبعوا معايا المراحل ونمشيو على بركة الله. طريقة يا بسم الله. كناخدو قصعة، كنضيفو واحد الحبات ديال البيض 4 بحرارة المطبخ، وكنضيفو 2 كيوس ديال السكر سنيدة. بالنسبة للكيسان ديال العنبة ضفت الكاس الاول، ودابا غادي نضيف الكاس الثاني. غادي نضيف واحد قبصة ديال الملح كيف هكا. دابا غادي نضيف واحد 2 ساشيات ديال الفاني بنكهة الفاني. غنضيف 2، كل وحده كتوزن 7 غرام فاصلة 50 فاصلة 5. كنضيف 2 هادو الكميه البنات مضوبله، ولا بغيت نضيفو نص ديال المقادير ممكن نضيفو غير نص ديال المقادير. غادي دابا نخلط الكل جيدا بحال هكا. بالنسبه للبنات كنضيف غير صباعي، رؤوس صباعي كنطرب فيهم مزيان مزيان حتى كيتمزج ليا السكر مع البيض. هذه راه بدون زبده بنات، هذا راه جبون بدون زبده. صافي كنطرب مزيان مزيان كيف هكا كما كتشوفوا بحال هكا. دابا هنا البنات غادي نضيف الزيت، غادي نضيف 2 كيوس ديال الزيت. ضفت دابا الكاس الاول، وغادي نزيد نضيف الكاس الثاني. كما قلت لكم البنات بالنسبه للكيسان باش عبروا بديال العنبه ضيفوا 2 كيسان كما كتشوفوا. ضفت الكاس الاول، دابا غادي نضيف الكاس الثاني بحال هكا. غادي نضيف القشور ديال الحامض او البرتقال. لما توفرش عندكم القشور ديال الحامض ممكن تعوضوهم بالقشور ديال البرتقال. صافي كنخلط دابا الكل جيدا بحال هكا حتى كيدخل لينا داك الزيت مع داك الخليط بحال هكا البنات. كما كتشوفوا الخليط كيولي بحال هكا كتحصلوا عليه. كنضيف واحد نص كاس ديال الكوك. بالنسبه للكوك البنات ميدم النوعيه الجيده باش ما يشربش لكم الخليط ديالكم. هذا البنات ميدم. ضفت نص كاس. صافي كنخلطوا بحال هكا كما كتشوفوا. بعد ما خلطنا مزجنا الكوك مع داك الخليط، دابا كنضيفوا ساشيه وحده ديال الخماره، وكنضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق البنات راه مغربل. صافي كنبدا نجمع البنات العجينه ديالي بحال هاد الشكل هكا. بالنسبه للدقيق على حسب الخليط كتبقاي تضيفي الدقيق بالتدريج. ملي تشوفوا الخليط ديالكم تجمع صافي. وكيبقى عاوتاني على حسب النوعيه ديال الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق لا. هنا البنات من بعد ملي خلطنا من جمعنا العجينه ديالتنا هكا كيفاش كنحصلوا عليها. شوف كنحسوا برا باقا كتلاصق في الايد كما كتشوفوا بحال هكا. صافي كنبدا نهز ولولو بحال هالشكل. كندير فيها تقيبه بالوسط. بالنسبه للبنات الغرام اللي درت فيه انايا باش عبرت انا بالميزان كلهم 25 غرام كما كتشوفوا بحال هكا. صافي كنبدا نهز بالوحده وكنعبرها وكنثقبها من الوسط
بحال داك الشكل. كنبقى هكا مستمره على هاد الطريقه حتى كندير الكميه كامله نفس الشكل. ممكن نتوما الا بغيتو ديروا الشبونط هذوك وحده على سكاله وحده كديروهم صغيورين، مثلا بحال 10 غرام في وحده باش كيتلاصقوا. هادو البنات راه 22 23 غرام كنعبرهم. صافي كنبقى مستمره على هاد الشكل هكا، كنلولب كاملين حتى كنلولبهم وكتقوم. هانتوما البنات انا راه لولبتهم كاملين في هاد الطاوه. صافي كناخذ هذا ما عندكم شي غطايه ولا عندكم اي حاجه، ممكن غطايه ديال ستيلو ديال اي حاجه تقبوا بها. هانتوما البنات بحال هكا. صافي هكا مستمر حتى كنثقبهم كاملين كيف الشكل هكا. انا من بعد البنات ملي كملنا الحلوه ديالنا بالدقيق كندخلوها الفران. بالنسبه للفران البنات ديجا راه شاعله ليز من الفوق ومن التحت على درجه 170. صافي كندخل الطاوه ديالتنا حتى كطيب على واحد المده قليله، يعني 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. صافي وكتوجد لينا الحلوه ما كتاخذش الوقت كثير وكنخرجوا الحلوه ديالتنا. هنا البنات عندنا الكوفيتير كما كتشوفوا ديال المشماش، وعندنا هنا الماء ديال الزهر. عندي هنا الكاسرونه كنضيف فيها الكوفيتير بحال هكا، وكنضيف عليه الماء ديال الزهر وكنديرو فوق النار. كنخلطهم بحال هكا حتى كيتمزج لنا الماء ديال الزهر مع الكوفيتير، كيولي بحال هاد الشكل هكا البنات. صافي كنطفيو عليه البوطه. هنا البنات الحلوه ديالتنا طابت لينا كما كتشوفوا الطياب ديالها كيجي مذهب. هنا عندنا البنات الكوك وعندنا هنا بحال هكا الكوفيتير. بالنسبه للكوك البنات نوعيه جيده، الكوك اللي كيكون ميتم. وعندنا صافي كناخذ دابا الحلوه ديالي كنضيفها في هذا الماء ديال الزهر والكوفيتير اللي طيبنا تتماججوا لينا مزيان. صافي كنبدا نهز وكنضيف في الكوك ديريكت بحال هذا الشكل هكا البنات. كنسكطرها مزيان ومن بعد كنضيفها في الكوك بحال هكا. كنتمنى تكون الطريقه مفهومه والشرح مفهوم بحال هذا الشكل هكا. صافي كنمرمدهم كاملين مزيان مزيان حتى كيتمرمدوا مزيان في داك الكوك بحال هكا. بهذا الشكل. صافي كتجي على هذا الشكل هكا البنات. هانتوما شفتي كتجي صراحه كتجي رائعه. كنبقى هكا مستمره كيف هكا حتى كندير الكميه كامله كيف هكا البنات كيف هاد الشكل هكا. من بعد هنا ملي كملنا الكميه ديالتنا بحال هكا كنعمروها من الوسط بالكوفيتير او ممكن تعمروها باي حاجه عندكم ممكن تعمروها. انايا متوفر عندي الكوفيتير اللي ضفت فيه اني من ودته فنيت في هاد الحلوه هو اللي غادي نعمر به هنايا الحلوه ديالتنا بحال هكا. شفتوا كيف هاد الشكل هكا. صافي كناخذ هاد السورانغ كنعمرو بهداك الكوفيتير وكنبقى هكا مستمره. صراحه كيسهل عليا المأموريه، كتجي زوينه ما كيسيحش لينا الكوفيتير في الجناب وكيجي الوسط. صافي كنبقاو مستمرين بحال هكا حتى كنديروا الكميه كامله كنضيفوها في الكوفيتير. وهذا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالتنا. صراحه كتجي رائعه وكتجي كتذوب في الفم، كتجي هشيشه بزاف وكتذوب في الفم. طريقه راه جد سهله وبسيطه، مكونين بساط ما بدون بالزبده غير بالزيت وكتجي رائعه. وكدير لك واحد الكميه اللي كثيره الا بغيتيهم تغدير كميه كثيره ولا بغيتيهم متوسطين دير لك كميه قليله. كنتمنى وصفتنا اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وتبخلوش عليا باللايك والبارطاج مع الحباب والاصدقاء. وشكرا لكم ولله خاطركم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.